وبما ان العصر بيأذن فاحنا نحب نقول ايه، مساء الهنا والسعادة على عينيكم يا احلى ناس واحلى متابعين في قناة كل يوم جديد مع سلوى ام محمد. بنحبكم في الله قوي 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 قوي. جايين النهارده عشان خاطر ان احنا نعبي الذره وبالمره نوريكم الذره المدون. الدوده السنه دي زهقت جميع الفلاحين وعملوا جميع البدع، ومع ذلك برضك الدوده لابده في قلب الذره ومش عايزه ايه، ومش عايزه تسيبه. بصراحه الذره السنه دي بهدل العالم كله وبهدل الناس كلها، عشان خاطر ان ايه، ان الدوده واكله كوز الذره من النص. يعني مبهدله كوز الذره، يعني مش من الحرف من الناحيه دي ولا من الناحيه دي، لا، كوز الذره يا جماعه متاكل من النص. لان كوز الذره يا جماعه ما بيبقى متاكل او مدود من الحرف، فاحنا ممكن ايه، ممكن ان احنا نفرط شويه الذره اللي في الطرف اللي فيهم الدوده، وبعد كده نفرط الذره عادي خالص وما يعذبناش ولا يبهدلنا في ايه، ولا يبهدلنا واحنا بنفرط. لان احنا طبعا بنفرطه على المفرطه وبنرجع ايه نخزنه في قلب ايه، في قلب الشكاير، ونحط له حبوب في قلب حته قماشه ونخزنه. ان شاء الله تبقوا معايا في ايه، في تفريطه وفي خزينه. يلا بقى ان شاء الله نتوكل على البركه واوريكم شويه الذره المدودين اللي بهدلونا عندنا. وادي الشيخه نجوى قاعده عند الذره هي مستنياني عشان خاطر نيجي نعبيه. شايفين بقى يا جماعه، شايفين الذره؟ الحمد لله احنا يعتبر نوعا عن غيرنا، يعني يعتبر درانا برضك ايه، نوعا عن ذره ياما. في ذره متاكل خالص خالص، يعني في ذره متاكل خالص متبهدل اخر بهدله، ومع ذلك الذره انشال وفي ناس زرعت مكان منه ذره برضك ومبهدل الذره التانيه برضك الجديد. مش طبعا مش ان هو يكبر، ده زرعينه للمواشي. شايفين الكيزان يا جماعه؟ شايفين الذره؟ شايفين الكيزان الذره متاكله ازاي، مدوده مبهدله الدنيا ومبهدله جميع الفلاحين. ومع ذلك ما تقولوش ان انتوا هملتوا يا جماعه، احنا ما هملناش، احنا رشينا وعملنا جميع البدع، ومع ذلك برضك الذره مبهدل الدنيا ومبهدل جميع الفلاحين. فاحنا طبعا يا جماعه الخير هنحاول نظبط على قد ما نقدر ونعبي الذره اللي حلو. اما الذره اللي بيض او مدوده فاحنا هناخده ونفرطه برضك ونأكل منه الطيور على طول. يعني مش هنقعد ايه، مش هنقعده عندنا مسافة ولا فترة طويلة ولا حاجة. زي مثلا الكوز ده كده، شايفين يا جماعة؟ شايفين الكيزان دي حاجة بسيطة. وطبعا في كيزان سليمة ياما عندنا برضك، يعني مش كل الكيزان طبعا ايه معدومة او ايه معيوبة. اه شايفين قدامكم اه، عندنا يا جماعة برضك كيزان اللهم صل على النبي سليمة اهي، كيزان سليم. عشان ما تقولوش ايه، ما تقولوش ده الذره كله مدود ومش احنا لوحدينا، عشان ما فيش حد يعيب علينا. مش عايزين معايبه، بدل ما السنه الجايه اللي يعيب الدوده تاكل الذره بتاعه كله بعيدانه بكله بكيزانه بقوالحه بكله. فمش عايزين ايه حد ايه يعيب علينا. صلى على الرسول كده ويلا نبدا ان شاء الله البركه ونشوف هنعمل ايه. جواه لا ما تعبيش، تعالي نورا مني نوع عشان انا هحدف لك ايه، هحدف لك الكوز السليم عشان تعبيه انت ورا مني. ماشي؟ عشان مش هتعرفي انت تعبي يا حبيبتي. ماشي؟ تعالي زق الشكار دي، زق الشكار دي يا نجوى، خلاص بعيد عني. ايوه كده يا حبيبتي. بصي بقى زق الشكار ده اهي بعيد عنك، ده اهي بعيد عنك ايه كده عشان احدف لك. انا عايزاكي تيجي تقعدي هنا وشك للضال، وشك عايزاكي تيجي تقعدي هنا عشان وشك يبقى ايه، وشك في الضال. تعالي هنا اهو يا نجوى، تعالي هنا اهو. قومي خالص، قومي خالص يا قفل، قومي خلاص يا حبيبتي. هاتي ايديك، هاتي ايديك. طب هاتي ايديك عشان تقدري. طب قوم على مهلك يا حبيبتي. هاتي ايديك يا عسل، هاتي ايديك يا حلو، هاتي ايديك بقى. بصي اقعدي بقى زي ما انت كده اهو. بصي اقعدي زي ما انت، اقعدي على الارض، اقعدي زي ما انت. خدي شكاره، خدي شكاره اقعدي عليه. الشكاره الكبيره اللي هناك ده اهي، خدي الشكاره الكبيره اللي هناك ده اقعدي عليه اهي. ايوه يلا، اي شكاره تعجبك خديها. ايه دي شاطره، شاطره يا نوج. يلا تعالي يلا اقعدي نو، اقعدي نو بقى، اقعدي. ايوه الله ينور عليكي. يلا اقعدي، اقعدي بقى. اقلعي الشبشب واقعدي، اقلعي الشبشب من رجليك. بصي بقى نوجي هحدف لك نو، بصي لي، بصي اهو اللي انا هحدفه لك نو عبيه. بصي اللي انا هحدفه لك نو عبيه. يلا اهو عبي في الشكاره على طول اهو.
عبي في الشكاره، انقي لك الكوز النضيف وانت عبي ايه، وانت عبي ورا مني على طول. يلا يا نوج. الذره ايه بهنان. طب يلا سلمي على الناس عشان بيسلموا عليك وبيقولوا لك خلي الحاجه نجوى تدعينا، وسلمينا على الحاجه نجوى. بيقولوا سلمينا على الشيخه نجوى وخليها تدعيني. انا رب. قول لهم يا رب يخليك. انا ناندي يا رب. يا رب. وريهم الغوايش بقى اللي انا جايباها لك. وريهم الغوايش. لا نزليهم نزليهم. بص نزلي. اي نزلي كده اهو. اهو. نزلي كده اهو. غطي ايديكي بقى عشان ما تبانش، عشان عيب. بصي بقى وريهم الغوايش. بصوا مين اللي جايبها ليه؟ حلوه حلوه. بصوا يا جماعه انا رحت جبت لها غويشتين. دلي عايزه غواشه عايزه غواشه، عماله تقول لي يا سلوى عايزه غواشه، عايزه غواشه وخاتم. جبت لها غواشتين اهم قدامكم اهم. طبعا مش ذهب يا جماعه، مش ذهب، الكلام ده بيني وبينكم. دي مش ذهب بس صنم النظيف وصنم الاصلي من نظيف. وعايزه كمان سلسله، بتقول لي يا سلوى هاتي لي سلسله كمان. يعني الغوشه من ديت يا جماعه ب 150 جنيه، الغوشه من دي ب 150 جنيه، والخاتم ب 70 جنيه. وبتقول لي كمان يا سلوى هاتي لي ايه؟ هاتي لي كمان سلسله. عايزه سلسله كمان، عايزه سلسله كمان. عايزه ولا مش عايزاه؟ عايزه ايه؟ اجيب لك ولا لا؟ هات. اجيب لك من عينيا الاثنين. سلمي على الناس بقى، قولوا حطوا لايك. انا زي ما وريتكم كده يا جماعه، هنبدا بقى ان شاء الله باذن الله. هناخد كل الذره اللي قدامكم دي، اللي ما فيهوش دوده واللي فيه دوده، حاجه بسيطه زي ديت كده. ده يعيش بنضفه كده، هبدا انضفه كده. اخد بس الحبيتين اللي هم قدامكم دولت وكده يعتبر الكوز نضف اهو. هبدا اشتغل على كده على طول. وطبعا الشيخه نجوى هتعبي ورا مني اهو. كل ده نضيف اهو. فعشان ما تعطلونيش بقى، لان انا بصور بايدي وبشتغل بايد، هنخلص ونرجع لكم تاني ان شاء الله باذن الله. بس انتوا ادعوا لنا كده بجبران الخواطر وصلوا على الرسول وقول عليه الصلاه والسلام. انا نرجع لكم. انا مخليه الذره اللي هي اللي هو سليم، مخليه في شكاير لوحده، مش شكاير الخش دي. وطبعا ده الذره اللي هو اللي الدوده طبعا مبهدلاه، لان انا طبعا زي ما قلت لكم ان انا هفرطه الاول واكل منه الاول عشان ما ينفعش ان هو يقعد. اما ده انا هقعده طبعا السنه عندي. فلازم اخلي الذره اللي هو متبهدل جامد قوي زي ما قلت لكم لوحده، والذره السليم التاني لوحده. ولازم ان انا طبعا اعبيه وما يكونش مرطب، لازم انا اعبيه والشمس عليه لسه عشان الذره ما يرطبش عندي في البيت. انا طبعا انتهزت فرصه ان الشمس عليه ومحمصاه ونزلت عليه عبوه على طول. يلا يا نوجة عبي. هذا النشا هذا النشي. ذره رد دي. طب يلا عبي، يلا عسل على طول. انا مزودي. بقول لكم يا جماعه ان ارداب الذره من دي الذره عامل 1600 جنيه. يعني ارداب بالذره وري النجوى توريهم. يعني ارداب بالذره من ده يا جماعه عامل 1700 جنيه. عامل 1700 جنيه ارداب بالذره. بس الذره ان هو الذره النظيف اللي انتوا شايفينه ده. صلوا لنا بقى على الرسول كده وقولوا عليه الصلاه والسلام، لان احنا كده خلاص شطبنا وخلصنا وعبينا شكايرنا قدامكم وان شاء الله باذن الله هتكونوا معايا في التفريط وتكونوا معايا في الخزين، ووريكم احنا بنفرطوه ازاي وبنخزنه ازاي. يا رب. يلا بقى حط لنا لايك جميل. احلى لايك لاحلى ماما.